السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا هنعمل الطماطم عشان بقى كل سنة وانتم طيبين، عشان رمضان نشيل بره. هي غالية برضو بس هنعمل ايه، لازم نشيل برضو. ادي احنا غسلناها وحطيناها في الحلة بعد ما اتغسلت طبعا كم مرة، ودي احنا حطيناها بقى دلوقتي تستوي من غير ميه ومن غير اي حاجه، وهنستنى عليها لما تستوي بقى ونرجع لكم ان شاء الله. خلاص كده فرمنا بقية الطماطم. ونكمل تصفيتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنعمل نصفي الطماطم في قلب المصفى، ضربناها في الخلاط الأول وبعدين هنصفيها. هنعبيها ان شاء الله في الاكياس اما تبرد، ونسمي الله ونوريكم الحاجات اللي احنا عملناها. الطماطم اهي، طبعا احنا لما بنعمل الحاجة ونشيلها طبعا بنوفر في الوقت. لو الواحد في رمضان مثلا بإذن الله يعني عايز يعمل أكل، هيصلي ولا يعمل الأكل ولا يعمل 100 حاجة، مش معقولة طبعا. تبقى الحاجة موجودة عندنا برضو بتوفر لنا في الوقت. وكل سنة وانتم طيبين، يا رب نكون بنعمل حاجة تستفادوا منها. لو كل مرة ننزل السوق بنجيب شوية طماطم ونعملها كده، نجيب كيسين خضار ونعملهم، برضو بنوفر في وقتنا شوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم.